عندما توفيت الوالدة رحمها الله رحمة واسعة، كنت أقول يعني لكل من عزاني: لا أراك الله مكروه. فأتى ذاك اليوم أحد المشايخ للعزاء، فقلت له كذلك هذه الجملة: لا أراك الله مكروه. فقال لي: ما تصح هذه العبارة. فتأملت في الحقيقة حينما خرج الشيخ يعني هذه الجملة، فوجدت حقيقة هذه الدعوة هي الدعاء عليه وليس الدعاء له، بل هو الدعاء عليه بالموت، لأن الدنيا يعني طبعت على كدر، ولا بد للشخص يعني أن يرى مكروه، سواء كان في نفسه أو في ماله أو في أهله. الدنيا هي هكذا، يعني منغصة لذاتها، كما قيل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. وكما قال الله عز وجل قبل ذلك: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في بلاء وشدة ومشقة وتعب وعناء وكدر ونكد. هكذا هي الدنيا. فحينما تقول للشخص لا أراك الله مكروه، يعني كأنك تدعو عليه أن الله عز وجل يقبض روحه قبل أن يرى أي مكروه في حياته.